ما قدرتش امشي من هناك غير لما اجرب بنفسي القنبله اللي اتعملت دي واعرف اذا كان طعمها فعلا زي شكلها ولا لا. اللي قدامك دي قنبله وقنبله موقوته، وخلي بالك عشان هتنفجر في وشك. مطعم ستاموني في محمد نجيب بيعمل ممنوعات يا صاحبي. بتبدا العظمه دي بحتتين برجر على الجريل، وياخد اول قطعه ويحط لك عليها طماطم وخيار وجبنه موتزاريلا وكل الصوصات اللي انت تتخيلها وعليها كاتشب، ويكبس كل ده فوق بعضه كده كبسه محترمه، ويحط لك كمان عليها سمسم وحبه البركه ويدخلها الفرن وبتطلع بالعظمه دي. ومش بس كده، ده كمان هيغرقها لك بالبطاطس المقليه علشان تطلع بالجمدان ده، وفي منها كمان بالفراخ الكريسبي واللي بتحط عليها قطع سلامي وبيحط عليها نفس كميات الصوصات والجبنه اللي شفتها عشان تطلع بالروقان ده. وده اللي يخليني اقول لك من قلبي ومن غير ما افكر بحبك يا ستاموني مهما الناس لموني. نيجي بقى لركن البيتزا، واللي مش هيقل كميات الحشو بتاعتها عن كميات حشو القنبله. وعايز اقول لك انك هناك هتلاقي كل اشكال وانواع البيتزا اللي تتخيل، واللي هتلاقي عليها عرض جامد قوي زي عرض 2 بيتزا حجم كبير ب 200 جنيه بدل 300. ركن الفطاير بقى هناك يتقال عليه مواويل، وده لان حرفيا بعد ما الفطيره دي طلعت من الفرن بالمنظر ده انا ما كنتش مصدق كميه الحشو اللي اتحطت عليها، لدرجه وانا واقف بصور لقيت نفسي بسال السؤال ده: كام الفطيره دي؟ وما قدرتش امشي من هناك غير لما اجرب بنفسي القنبله اللي اتعملت دي واعرف اذا كان طعمها فعلا زي شكلها ولا لا. صوص التكساس والشيدر كان باين طعمهم جدا، وده اللي خلى طعمها في حته تانية، واللحمه كانت مستويه كويس جدا وكمان شاربه الصوص بتاعها وكان طعمها تحفه. طلبت بعدها فطيره شوكولاته واللي حرفيا كان طعم الشوكولاته فيها جامد قوي، والعجينه كانت شاربه الشوكولاته وطريه جدا. ديكور المكان جامد قوي وهيرجعك للزمن الجميل مع شويه صور كرييتيف كده لقفشات افلام زمان واللي هتضحك من قلبك اول ما تشوفها. وهناك كمان هتلاقي كيدز اريا للاطفال، والمكان مساحته كبيره لو عايز تتجمع انت واصحابك وحبايبك وتقعدوا براحتكم، والمكان هناك دايما عامل عروض جامده قوي. ويلا جمع صحابك وحبايبك وروحوا جربوا القنبله هناك وقولوا لي رايكم فيها ايه، وما تنساش تعمل سيف للفيديو. وسلام.